بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة أسئلة النهاردة يا جماعة. حلقة الأسئلة النهاردة حلوة جدا الحقيقة، ولكن أنا ملاحظ في بعض الأسئلة أو يمكن تقريبا كلهم إن الناس محتارة. يعني المهارات بقت موجودة ولكن الناس بقت محتارة أختار أنهي مهارة أتخصص فيها أو أشتغل فيها. علشان كده عملنا حلقة أسئلة في أسرع وقت. تعالوا نشوف أول سؤال بيقول إيه: هل اليوتيوب وحده كافي لاحتراف الجرافيك ديزاينز والموشن جرافيكس؟ سؤال حلو جدا وقوي جدا يا يوزر IB2NH7. ما تنساش تغير اسمك. موضوع التعلم ناس كتير جدا مختلفين. انا بحب اتعلم عن طريق مثلا الكورسات المدفوعه، واحد تاني بيحب يتعلم عن طريق الكورسات الموجوده مجانا على اليوتيوب، واحد تالت بيحب ينزل كورس بنفسه ويحضر ورش عمل ويشوف المحاضر قدامه وهو بيتكلم ويسال. كل واحد بيحب طريقه معينه وكل واحد عنده قدرات خاصه وقدرات معينه يقدر عليها. يعني انا مثلا بحب جدا اتعلم مع نفسي سيلف توت من خلال الانترنت، ما بحبش انزل في اماكن او اخد ورش مثلا. ولكن خلينا نتكلم في النقطه الاهم هنا. هي الفكره كلها في الكورسات المدفوعه ان الموضوع بيكون منظم اكتر، بيكون ممنهج وبتمشي على خطى معينه. ده غير كمان ان في حد بيتابع مستوى تقدمك زي ما احنا بنعمل عندنا في الاكاديمي. وعلى فكره بالمناسبه دي احنا عاملين خصم 70% هينتهي يوم 21، يعني قدامك تقريبا اسبوع وتلحق الخصم ده. لو حابب تدخل كورس مدفوع قوي جدا، هو مش كورس الحقيقه، هو 3 كورسات، فهتخرج من عندنا من اكاديميه زاك ووركس محترف للموشن جرافيكس. فلو حابب ممكن تبص في الديسكربشن، هبقى اسيب لك اللينك تحت يا معلم، والبرومو كود كمان بتاع الخصم. فعشان ما تحرقش وقت ومجهود، لان خلي بالك البحث عن المعلومه القدره دي مش عند كل الناس. ففي ناس بتحب تسهل على نفسها وتروح تاخد كورس مدفوع سواء اونلاين او لايف. في ناس بتحب تاخد المعلومه يعني سمك لبن تمر هندي، يقعد يجيب معلومه من هنا على معلومه من هنا ويبدا يجمع. ولكن الطريقه دي مش كويسه قوي لان هي هتحرق وقت فعلا كبير جدا. لكن الكورس المدفوع بينجزك اكتر. ممكن بقى لما تحترف الحكايه وان شاء الله يعني بعد 3 4 سنين 5 سنين من يعني دخولك في المجال اللي انت بتحبه ده وبقيت محترف خلاص، ممكن بقى تبدا تشوف ايه المعلومه اللي انت حاببها وتلقطها بقى من على اليوتيوب. هتحس ان انت عارف انت بتدور عليه على الاقل. لكن كمبتدئ ولسه بتبدا في المجال هيبقى صعب عليك جدا ان انت تلم المعلومه من اليوتيوب. والكورس فعلا المدفوع والممنهج هيسهل عليك حاجات كتير جدا. كفايه انه هيسهل عليك او هيسرع الوقت والمجهود. فخلي بالك من الحكايه دي. السؤال اللي بعده طويل على فكره وكبير قوي، من عمرو مصطفى. المغني ده ولا ايه؟ يقول لك يا سيدي: انا بتعلم تعليم ذاتي، بدات بالفوتوشوب ومريت على كل البرامج كلها من اساسيات، واكتشفت ان الموشن ده احسن حاجه فيهم. لكن عشان اشتغل كموشن وفي نفس الوقت مونتير، ايه الجانب اللي اهتم بيه في الموشن اكتر؟ ممكن تنصحني؟ خلينا نمسك السؤال حته حته قبل ما نسرح. بص يا معلم، طالما انت مونتير وحبيت الموشن جرافيكس ولكن عايز برضو تشتغل مونتير، فانت مش مطلوب منك حاجات واو، او مش مطلوب منك حاجات كتير قوي تعملها في الموشن جرافيكس او في الافتر افكتس. انت بتخدم على شغلك. يعني تقدر بشويه معلومات بسيطه تعمل تايتل مثلا او تكست او انترو او اوترو او فواصل مثلا، او لو الثيردز اللي بتطلع والناس بتتكلم، او حتى سوشيال ميديا ايكونز. ايا كان انت هتحب تعمل ايه، المعلومات البدائيه او كمبتدئ هتقدر تعمل الحاجات دي بكل بساطه. فلو انت حابب يعني المونتاج وعايز تفضل تشتغل مونتير، خليك في السكه دي. تعالوا نكمل السؤال. وانا بتعلم تعليم ذاتي علشان خاطر الكورسات غاليه وكده، فببحث عن كل حاجه انا عاوز اتعلمها في كل القنوات زي حضرتك. بس الفكره هنا اني بعد ما عرفت كل ده كاساسيات مش عارف اختار تخصص يفيدني ان اكون مونتير وفي نفس الوقت موشن، مع العلم موبايلي من نوع قديم وكاميرا ومش عارف ايه وعايز اصور. انت حيرتني بصراحه معاك يا عمرو. انت عايز تبقى كونتنت كريتور او عايز تعمل محتوى على اليوتيوب، ولا عايز تبقى مونتير، ولا عايز تبقى موشن جرافيكس؟ خلي بالك انت نفسك محتار. لازم تختار الاول انت عايز تعمل ايه. لما البني ادم بيلاقي نفسه محتار في مليون حاجه او في 3 4 مجالات، لازم يختار منهم حاجه ويثبت عليها فتره. ومش معنى كده انك ترمي الباقي، خليهم معاك يا معلم، هم مش راحوا في اي حته على فكره. واستمر في التطوير واستمر في مذاكره كل مجال منهم على حده. محدش قال ابدا انك علشان تدخل في الموشن جرافيكس يبقى تنطر المونتاج وترميه على جنب خالص. على فكره خليك يا باشا زي ما انت وتعلم اللي انت عايز تتعلمه براحتك. كل يوم ادخل في مجال جديد، ولكن مجال اكل العيش لازم يبقى مجال واحد او 2 بالكتير قوي. بتخدم على شغلك ببقيه المهارات وبقيه المجالات، ولكن التخصص مطلوب والتخصص مهم جدا في سوق العمل بالذات. فنصيحتي ليك يا باشا خليك مونتير زي ما انت وكمل في الطريق اللي انت فيه وزود خبرتك في المونتاج اكتر. مونتاج مجال عظيم جدا وكبير ومحتاج حد بيفهم جدا في السينما وفي الاخراج وفي الزوايا بتاعت الكاميرات وفي حاجات تانية كتير قوي. وفي الصوت طبعا مهم قوي ان انت تبقى فاهم في الاوديو وانت بتشتغل مونتير. وحلو قوي انك تطور نفسك في الافتر افكتس او في الموشن جرافيكس عشان تقدر تخدم على شغلك. ده حلو جدا. خليك في السكه دي فتره معينه. ولو حابب بقى تجرب ككونتنت كريتور او تصور نفسك او كده، ما فيش مانع ابدا ان انت تجرب كل كام يوم. انا قعدت 2.5 سنين عشان اطلع برنامج زاك توك للنور. كنت كل يوم تقريبا بعمل يعني بروفات وكل شويه بقعد اتكلم قدام الكاميرا عشان ادرب نفسي. وبعد 2.5 سنين قررت ان انا انزل البرنامج للنور، لان الموضوع فعلا محتاج استمراريه. والحمد لله احنا بقالنا تقريبا داخلين
داخلين في السنه السادسه اهو على اليوتيوب. اي نعم احنا وقفنا مره 8 شهور وبعد كده وقفنا مره ثانيه 5 شهور، ولكن الموضوع ماشي والحمد لله مستمر ولسه مكملين. فموضوع الكونتنت او المحتوى لو مش هتبدا فيه وتستمر يبقى خليه دلوقتي احسن. ظبط نفسك واعمل بروفاتك وخليك واثق من المعلومه اللي انت هتقدمها، ودي اهم حاجه. يعني لو انت مش واثق بنسبه 200% من المعلومه اوعى تبدا كونتنت دلوقتي خالص. افهم المحتوى اللي انت عايز تقوله كويس، رتب نفسك، ظبط افكارك وابدا على طول، وطور نفسك في الافتر افكتس او في الموشن جرافيكس عشان ده هيخدم على شغلك. انت هنا كده ماشي في طريق كويس جدا. اتمنى ان تكون الاجابه مفيده عمرك. السؤال اللي بعده سؤال من صلاح الدين بيقول: ما تحرمناش من فيديوهاتك وطلتك يا زاك. سؤال لو سمحت، لو حد عنده خبره في برامج ادوبي مش عارف يحدد تخصصه في مجال، هل في المونتاج او التصميم او الموشن، ايه اسلم حل بحيث ما يخسرش حاجه ويطلع باكبر افاده؟ لو فكرت انك ما تخسرش كل حاجه صدقني هتخسر كل حاجه. اوعى تفكر بالشكل ده ابدا يا صلاح الدين. مفيش حد بياخد كل حاجه، الدنيا اتخلقت عشان ما ناخدش كل حاجه، فدي قاعده حطها اساس في حياتك. اوعى تفكر ان انت في يوم من الايام هتاخد كل حاجه وهتكوش على كل حاجه، وانا لو زودت مهاراتي وبقيت مصور وبقيت مخرج وبقيت بتاع موشن جرافيكس ومونتير وبتاع صوت ان انا هعمل شغل اكتر من اي حد. مش هيحصل ابدا. عشان كده دايما بنقول التخصص وانك تبقى شاطر في مجال واحد احسن ما تبقى نص نص في 50 مجال. فكر كويس جدا انت عايز تعمل ايه. المجالات اللي انت قلتها كلها محترمه جدا وليها سوقها، سواء المونتاج او التصميم او الموشن ليهم سوقهم وماشي الحمد لله، الثلاثه كويسين قوي. لكن بالنسبه لاسلم حل، خليك زي ما انت يا باشا وطور نفسك في كل مهاره من المهارات دي على حده. ولما يجي لك شغل مونتاج اعمله، ولما يجي لك شغل موشن جرافيكس اعمله، ولما يجي لك شغل تصميم برضه اعمله. ايه المانع يعني؟ لكن اوعى ابدا تفكر انك مش عايز تخسر كل حاجه، صدقني ساعتها هتخسر كل حاجه. فخلي بالك من الحكايه دي جدا يا صلاح. السؤال اللي بعده هند بتقول: اتمنى تجاوبني، هل لازم اكون شاطره في الرسم وعندي موهبه الرسم علشان ادخل مجال الانيميشن؟ انا محتاره بين مجال الانيميشن والبرمجه. برضه محتاره. الحلقه دي المفروض نسميها محتار او محتاس، يعني هنشوف لسه هنسميها ايه، ولكن كل الناس للاسف محتارين في التخصص. ولكن هنا هند بتتكلم عن الانيميشن وبتتكلم عن البرمجه، وخليني اقول لك يا هند ان الاثنين مختلفين تماما عن بعض. انت بتتكلمي في حاجه وحد بيفكر بالمنطق بحت وارقام وحسابات، وبعد كده جايه تقولي لي انيميشن، يعني واحد مبدع وبيفكر وخيال وموهبه وحاجات كده. الاثنين مختلفين تماما عن بعض. ما ينفعش اقارن بين الطياره وبين التوك توك مثلا، يعني انا بدي مجرد مثال. الفكره كلها انك تشوفي ايه احسن مجال او ايه احسن تخصص انت بتحبيه، عندك شغف رايحه ناحيته. ولو مش عارفه جربي، ادخلي في البرمجه شويه، اتعلمي شويه اساسيات، ابداي اعملي حاجات بايدك، وادخلي برضه في الانيميشن وجربي نفسك في الرسم. لقيتي نفسك ماشيه والله الدنيا تمام، وفي مجال من المجالين صدقيني هيغطي على التاني او هيعلى عليه، فهتروحي ناحيته. يعني انا مثلا كنت بادئ في الويب ديزاين والجرافيك ديزاين، لقيت بعد فتره ان الويب ديزاين خد مني وقت ومجهود وحبيته جدا، وقعدت سنه ونص عملت بتاع فوق ال 200 ويب سايت ولا 250 ويب سايت تقريبا. بعد كده لقيت مجال الموشن جرافيكس حبيته جدا، وحسيت ان انا طبعا الكلام ده من 16 سنه يعني، فلقيت ان انا في الموشن جرافيكس هقدر اعمل اكتر. اتعلمت الموشن جرافيكس ولقيت المجال خدني خالص على جنب، وسبت بقى الويب ديزاين وسبت كل حاجه وبقيت متخصص في الموشن جرافيكس. صدقيني المجال هو اللي هيندهك، والشغف بتاعك هيظهر في المجال اللي انت حباه ده لما تتخطفي للمجال كده. لكن طبعا لما هنيجي نتكلم عن الرسم، اكيد طبعا مجال الانيميشن محتاج ان انت تكوني بتعرفي ترسمي كويس جدا. كمان في برامج كتير بتساعد على الحكايه دي، يعني مش لازم تبقي بروفيشنال بنسبه 100%، ممكن بنسبه 50 60 70، ومع الايام يعني الموضوع يزيد وتطوري نفسك. وفي كورسات كتير جدا دلوقتي بتاعت رسم على فكره، فما يمنعش يعني. السؤال اللي بعده برضه يوزر: ماشي، ممكن حضرتك تعرفني ايه الفرق بين التسجيل من غير سماعه محيطه وبوجودها، وممكن ماركه السماعه والمايك اللي حضرتك بتصور بيهم، وشكرا لك على الموضوع الجميل ده. بص يا معلم، ماركه السماعه والمايك وسيت اب الصوت بتاعي وانا بعمل الصوت ازاي، كل الحاجات دي هتلاقيها في حلقه اسمها ازاي تخلي صوتك زي المحترفين. اعمل سيرش عليها على اليوتيوب هتطلع لك باذن الله على طول، او ادخل في القناه هتلاقيها باذن الله. كنت اتكلمت بقى في الحلقه دي عن سيت اب المايك، والمايك ده اسمه ايه، والسماعه دي ايه، يعني حلقه جامده يعني. اما بقى بالنسبه للتسجيل من غير سماعه محيطيه او محيطه وبوجودها، خلي بالك السماعه دي وجودها مهم جدا. انا بس مش بستخدمها وانا بتكلم كده قدام الكاميرا، لا خالص، انا بستخدمها كمان في المونتاج ولما بعمل مزيكا، لان السماعه دي بتديك الصوت بيور او فلات من غير بقى ايكولايزنج ومن غير حاجات كتير قوي كده، فبتديك الصوت رو زي كده بالظبط. الملفات الرو او الصور في الكاميرا بتاخدها بيور، يعني زي ما هي طالعه انت بتاخد الويف برضو او الصوت زي ما هو طالع. فمهم جدا لاي حد بيماستر صوت، او مهم جدا لاي حد بيعمل كونتنت وعايز صوته يطلع محترم، لازم يبقى لابس سماعه زي دي، او حتى يجيب مونيتور حاجه كده برضو، سماعه يعني صغيره، وممكن حاجات كبيره بس للاسف تبقى غاليه جدا، او
بتجيب دي وخلاص وبتسجل بيها وتعمل بيها الماسترنج بتاعك والمونتاج بتاعك وكل حاجه، لكن وجودها طبعا مهم جدا، من غيرها الصوت بتاعك هيطلع اي كلام. السؤال اللي بعده وده اخر سؤال معانا، يوسف بيقول يعطيك العافيه يا استاذ محمد ويا رب تكون بخير. سؤال، لو سمحت حضرتك باحد الفيديوهات ذكرت مجال الجرافيكس لا يصلح ان يكون عمل سنوي او سبوبه مثل ما سميتها، هل هذا كلام يشمل كل مجال التصميم حتى تصميم شعارات؟ وشكرا. اكيد يا يوسف الكلام ده على كل مجال وكل تخصص حتى لو كان تخصص قد كده. مجال الجرافيكس مش سبوبه، مجال الجرافيكس محتاج تطوير ومذاكره وشغل ومجهود، وكل يوم على الاقل تقعد 5 6 7 ساعات تطور نفسك وتذاكر. المجال كبير وواسع وكل يوم في تقدم، فلازم تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي في المجال، ولازم يبقى عندك كل يوم الجديد عشان تقدر تحط رجلك فعلا على خطى المحترفين وتوصل في يوم من الايام لحاجه كبيره لو انت حابب او لو انت بتفكر في كده يعني. لكن يا معلم ان انا اكون بشتغل مثلا محاسب او بشتغل دكتور مثلا واعمل لوجو، الكلام ده كلام فاضي. او حتى ان انا اعمل ديزاين بالموبايل، الموبايل ده ما بيعملش حاجه، ما ياكلش عيش يعني، لازم كمبيوتر او بي سي او ابل. كان في حد من الناس يعني من اغنياء البلد يعني كنت بعمل معاه شغل وكان صديقي جدا الحقيقه بدون ذكر اسماء اكيد، فكان دايما بيقول لي انا عايز ادخل في الشغلانه بتاعتكم دي، انا حاسسها نصب ومتعه وهزار وضحك وفنفنه وكده وبتاع. كان شايفني ان انا ببقى مستمتع وانا بصور او انا بعمل اعلان او بقدم له حاجه 3 دي، وكان فاكر ان الموضوع بسيط. لما دخل اتفرج على 3 دي والواجهه بتاعه البرنامج وشاف بقى الكلام بجد بيتعمل ازاي من ورا الكواليس، قال لي لا يا معلم ده انا كنت فاهم الدنيا غلط خالص، لا انا غيرت رايي في الموضوع لا انا مش عايز ادخل في المجال ده، انا مجالي احسن. فيا جماعه الجرافيك ديزاين مجال كبير وضخم، مش محتاج يعني اقول الكلام ده عن المجال، مش هقعد يعني اسوق له. ويمكن انا ساعات بتحمق شويه للمجال، ولكن انا نفسي فخور جدا ان انا مصمم جرافيك، سواء بقى كرييتيف دايركتور او فين التايتل بتاعي مش مشكله، بس كلمه مصمم جرافيك انا نفسي فخور بيها، ووجودها حتى في البطاقه عندي بيخليني مبسوط. لما حد بيشوف بطاقتي في مكان او في مصلحه حكوميه، في مصلحه تستلزم ان انا اطلع البطاقه، ببقى فخور جدا ان انا بطاقتي مكتوب فيها مصمم جرافيك. استنى اروح لكم والله لو اوريها لكم. ادي المحفظه اهي، مفيهاش فلوس، فيها 3 جنيه. ادي التصميم يا سيدي اللي بناخده من التصميم، ادي البطاقه. تعالى بص يا باشا، طبعا عشان ما حدش ياخد باله من الصوره، مش عارف هتشوفها ولا لا، باينه ولا ايه؟ مين ده؟ كونك انك مصمم جرافيك ده شيء يدعو للفخر، وما ينفعش محاسب او دكتور او مهندس يقول انا والله هنزل اشتغل جرافيك ديزاين وهاخدها سبوبه. ما ينفعش، احتراف ويكون واخد وقته واخد مساحته علشان تقدر تبقى حاجه. لو عايز تبقى حاجه في المجال، عايز بقى تعمل لك لوجو كل فتره، انت بتدير صفحه مثلا انستجرام، مش مشكله عادي يا باشا، ادخل فوتوشوب، ادخل اي برنامج جاهز بيعمل كلام فاضي والعب. لكن عشان تعمل حاجه بروفيشنال وتوصل لعملاء وتوصل لمكانه كبيره في مجالك واسمك يبقى معروف وتعمل سمعه وتعمل بورتفوليو وتبقى حاجه كبيره في المجال، طبعا لازم التخصص، ولازم تلتزم تماما بوجودك في مجال الجرافيكس وتستكفي بيه، وهو صدقني المجال هيديك كل ما تتمناه. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. اتمنى ان الاجابات تكون مفيده وتكون يعني الناس اتبسطت من الحلقه دي، ودايما كده امتعونا باسئلتكم. انا بحب جدا على فكره حلقات الاسئله دي، لان بحس ان انا بشوف الناس بتفكر في ايه وايه مشاكل الناس وايه الحاجات الصعبه اللي الناس بتعدي عليها اليومين دول، فبحب جدا اقرا بجد اسئلتكم، فاوعوا تحرمونا منها يعني. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان طبعا اكيد تفعلوا زرار الجرس. كان معاكم محمد زازو من zakworks.com و zakworks.academy. السلام عليكم.